وأشهد أن سيدنا محمدا فخر الأنبياء الذي ما أخطأ يوما وما أساء، فاللهم صل وسلم وبارك عليه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، دخل النبي السوق والناس على كنفتين. الناس اتلموا حوالين سيدنا النبي، فوقف النبي امام كبش اسك ميت. كبش ميت اسك يعني صغير الاذنين، وصغير الاذنين عند العرب لا يباع ولا يشترى. يعني لو الكبش دي عايش حي باين، اما تجيب خروف معيون حي تلاقيه لا بيتباع ولا بيتشري. فالكبش ميت واسك معيون. ويقول النبي لاصحابه: من يشتري هذا بدرهم؟ واحد يجيب درهم ويشيله. قالوا: يا رسول الله انه اسك، يعني انه معيوب وانه ميت، يعني اصبح كيفه، ده ريحته طلعت، فلو كان حيا ما اشتريناه. قال الحبيب محمد: للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. الدنيا كلها بعمارتها وسيارتها وملوكها مثل هذه التيفة، مقطعين بعض عليه، مخاصم اخوك ليه، قاطع رحمك ليه، اذي جارك ليه، عمال تنتهك في اعراض الناس ليه، ما بتكفش عن الغيبة والنميمة ليه، طول النهار شغال كذب ليه، ما فكرتش في يوم من الايام ان انت هتطلع من هذه الدنيا مبسوط اليدين. قال الامام الشافعي: ينزل ابن ادم الى الدنيا من بطن امه قابضا على يده. عايزك توحد الله. بص لايدي، المولود نازل عامل كده، كان ماشي ماسك في الدنيا وماسك في الفلوس وماسك في الدار وماسك في المرأة وماسك في العيال. اول ما ملك الموت يجيله يفتح ايده كده. ينزل ابن ادم من الدنيا قابضا على يديه ويخرج باسطا يديه. قال عيسى ابن مريم المسيح: ان الدنيا 3 ايام. الدنيا كلها على بعضها لو عشت 100 سنة هم 3 ايام، امبارح والنهارده وبكره. الامس اللي هو امبارح، اسمع: عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، وغدا لا ندري اين سنكون، ربما نموت ونقف من بيده من يقول للشيء كن فيكون. محمود ثاني يا سيدنا، ثاني يا مولانا. الدنيا 3 ايام، وهذا من كلام السيد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال: الدنيا 3 ايام، الامس واليوم وغدا، يعني من بلد امبارح والنهارده وبكره. الامس عشناه ولن يعود، اتلف بالكذب بتاعه، بالغيبه، بالنميمه، بصلاه الفجر اللي انت ما عندكش استعداد تصليها. والله ما كان. وغدا واليوم نعيشه ولن يدوم، وغدا ربما نكون واقفين بين يدي من يقول للشيء كن فيكون. فاني مش هتكلم عن الموت
كل الناس عارفة انها هتموت، لكن كلمة قصيرة صغيرة وانهي. اهم حاجة هتموت على ايه؟ اخر لقطة لك على فراش الموت هي اول لقطة لك في ارض المحشر وانت خارج من القبر. السيدة نفيسة فتحت المصحف واتوضت وقرأت سورة البقرة، ودخلت على آل عمران، ودخلت على النساء، ودخلت على المائدة، ودخلت على الأنعام. ولما وصلت إلى قول الله لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فاضت روحها إلى الله. ماتت على إيه؟ وفي واحد سايق العربية عمل حادثة على طريق مصر الصحراوي، الراجل بينقذه جري والدم حميم روحها هتطلع، قال له قل لا إله إلا الله، قال لا بل رأيت الحب سكارى، ومات عليه. مات على أغنية الست، قال بل رأيت الحب سكارى. عمر بن عبد العزيز قرأ قول الله في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ففاضت روحه إلى الله. اقرأ سير الصالحين شوف همته على ايه، وانت ان كنت ماشي في الصلاح ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك لحسن الخاتمة. عارفين الرجل اللبناني الملياردير، اختم بها، رجل ملياردير بص في المراية لقى شعره ابيض، قال لك وبعدين ده الموت قرب، ده انا ممكن في ثانية ترمي في بيت الدود وبيت العفن واطلع من الدنيا لابس الكفن. طب والحل؟ قال مفيش الا حل واحد، راح بني مقبرة من الياقوت والمرجان والذهب الخالص. قال للجماعة الشمامين اللي حواليه اللي بيشربوا معاه طول الليل خمرجية، قال لهم اما اموت حطوني في القبر ده اللي هو بني على مزاجه. خلي بالك هو يدبر في الارض لكن تدبير رب السماء والارض هو الذي يقدر. بنى المقبرة من الياقوت والمرجان واللؤلؤ عشان يدفن فيه. سافر امريكا، وقعت الطيارة في قاع البحر فدفن في باطن البحر في احضان الاسماك، وكأن الله يقول له من فوق عرشه انت حددت البقعة اللي هتدفن فيه وانا حددت البقعة اللي هتدفن فيه، فكلامي انا ينفذ لانني انا الواحد القهار. فانت ما تعرفش هتموت على ايه. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا حسن الخاتمة. احنا في الشارع ولولا الجيرة ما تكلم. يا سيدنا النبي خليك شوية مع سيدنا النبي، والله لولا الجيرة ما تحدث. يا سيدنا النبي خليك مع سيدنا النبي. الليلة محمدية، الليلة محمدية، وأسأل الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون بجوار حضرة النبي. كمل يا مولانا، كمل يا سيدنا، كمل يا مولانا، كمل يا مولانا، والله ما انت خاتم. كمل يا مولانا، كمل يا سيدي، كمل يا مولانا. واللي عايز يتفضل سعيه مشكور بدون حرج يعني. اللي قاعد متكتف مش عايزين نحرج حد، بس احنا بنقول نختم عشان الراجل حلفني. اسأل ربك حسن الخاتمة. اهم حاجة انت هتموت على ايه. الامام مالك ادي الواحد من اهل الدنيا المتكبرين قال له اسمع ما اقول لك، انت متكبر بمالك وبفلوسك وبعيالك. قال له اعلى مدخلك اركبه. قال له ايه؟ قال له كن من تكون فانت اليوم تمشي وغدا في القبور مدفون. تفتكر ابوك وافتكر امك واطلع على المقابر، لان
ان القلوب قست. ولما جاء رجل الى السيدة عائشة وقال لها انا قلبي قاسي، بشوف الجنازات ولا اتعظ، اشوف المرضى ولا تتعظ، راحت صرفه له 3 اسبرينات من الصيدلية المحمدية. قالت له ايه؟ قالت له عليك بزيارة المريض، روح شوف المستشفى السنبلاوين، روح زور، روح شوف الناس اللي بتنام بالأدوية، شوف اللي مربينه في السرير وعمال يجعر ويقول في الأيام القليلة الماضية شاب في 20 من عمره داخل الخلاء الحمام في مستشفى السنبلاوين بيجعر. نسأل طبيب دي بتجعر ليه؟ قال بقى نص ساعة على كده المية محبوسة فيه. فاحترم نفسك وخليك مؤدب مع ربك قبل ما يأدبك في القبر. غدا ستلقى الله عز وجل، أو ربما الليلة أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اللهم اغفر